السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. أكيد يعني كل الأهلاوية النهارده مش سعداء. قُلت قبل كده إن الفرقة دي والمدرب ده والإدارة الفنية دي ما يستاهلوش إن هم ياخدوا بطولة، دي حقيقة. قُلتها قبل كده والناس زعلت مني، ولكن أنا من جوايا كنت باقول أنا لا أتمنى إن اللعيبة دي تاخد بطولة الموسم ده، ولا المدرب ده ياخد بطولة الموسم ده، لإن لو كان حصل وإحنا خدنا بطولة كان كل الأخطاء هتتنسي وكل الكوارث هتتنسي، لكن ما كنتش أتمنى إن إحنا نخرج من البطولة بنكسة بجد، وأنا مش باسميها إلا نكسة. النهارده مش بس فضيحة، لأ دي نكسة، نكسة حلِّت على النادي الأهلي، النادي الأهلي اللي يتغلب على أرضه بالشكل المهين ده من فرقة ضعيفة، فرقة ما عندهاش أي كورة، وللأسف الشديد اللعيبة كانت بتعيّد والمعسكر اتلغى والناس كانت بتعيّد مع أسرها، وأديكم شُفتوا النتيجة. هتقول لي: "لا، لا، لأ، ما ينفعش تقولي كده، الأهلي لعب شوط أول هايل واللعيبة كانوا هايلين في الشوط الأول، الشوط الأول هايل وأنت بتلعب من غير مهاجم وعمّال تعمل لي عرضيات، وصلت للجون أكتر من مرّة، لكن ما فيش حاجة فيهم تاركة إن هي تكون أجوان، خلّيت الحارس بقى بطل، خلّيت الحارس الناس كلّها عمّالة تشيد بيه، عملت منّه أحسن حارس في العالم، وللأسف الشديد أنت مش بتوصّل الكورة بطريقة صح، أنت بتدّي له الكورات السهلة جدًا اللي في المتناول، وبس أنت مستحوذ على الكورة. يعني إيه مستحوذ؟ يعني فرقة الترجي سابت لك الكورة، هات كل اللي عندك، يالّا بقى اهلك نفسك، ضيّع كل مجهودك وكل مخزونك البدني في الشوط الأول، ونزلت الشوط التاني تعالَ، في الآخر كده خدتك على حجرها. خلّينا يعني نحاول نلاقي ألفاظنا معلش، بس للأسف الواحد مش عارف يقول إيه على الوكسة اللي إحنا كنا فيها النهارده، لعيبة ومدرب وإدارة فنية وإدارة كمان كلّهم كُسّح كُتّع من الآخر. كل القرارات كانت غلط، كل التخطيط كان غلط، كل الصفقات كانت غلط، كل حاجة كانت غلط، مدرب جاي بفلوس قد كده وحاطط لي شرط جزائي وبيتشرط وخايفين نمشّيه عشان الشرط الجزائي، ده إحنا معناش فلوس، معناش سيولة، مين اللي بيعمل العقود للناس دي؟ مين اللي بيعمل العقود للمدربين الفشلة دول؟ مين اللي بيعمل لهم عقود؟ الراجل اللي بيعمل العقد ده معانا والّا معاهم والّا إيه حكايتكم بالضبط؟ القرارات كلّها كانت غلط من الأول، ما ينفعش إن أنت تمشي كل الخطوات غلط وفي الآخر عايز نتيجة صح، اللي حصل ده، ده نتاج كل اللي عملتوه من أول الموسم، وكان لازم ده يحصل، وأنا قُلت لا أتمنى، لا أتمنى إن العيال دي ولا المدرب ده ياخدوا أي بطولة الموسم ده، وأتمنى إن بطولة الدوري كمان تضيع وهي أكيد هتضيع يعني، باستمرار طبعًا المدرب ده لإنه هيكمّل معانا أكيد يعني الموسم، لإن إحنا معناش فلوس ندفع له الشرط الجزائي اللي إحنا كاتبينه بإيدينا على نفسنا. معناش ندفع له، فهيكمّل، لكن ما أتمناه مش عايزة طبعًا يطلع لي بيان والناس تعتذر وتقولوا لي إحنا خصمنا للعيبة وعملنا للعيبة، الكلام المسكنات اللي بيطلع يتقال للناس ده عشان تهدّيهم، بعد الفضيحة دي اللعيبة دي المفروض تقعد في بيوتها، كمّلوا الموسم أجازة، ما حدش يقول لي بقى لأ، ده إحنا داخلين على كاس عالم والناس لازم تروح وتلعب وما أعرفش إيه، لو الكابتن حسام عايز ياخدهم يتفضل مشكورًا ياخدهم، لو عايز يخلّيهم حتى ما يلعبوش خالص معانا يفضل كده عامل لهم معسكر طول الموسم خلّيهم معاه. اللعيبة دي تقعد في بيوتها، تكمّل الموسم في بيوتها، عايزين الكابتن حسام عايز ياخدهم ياخدهم، عايز يخلّيهم يخلّيهم، وأنت العب بالناشئين حتى لو شوية عيال هيطلعوا يلعبوا هيكونوا أرجل منهم، هيكونوا أفضل منهم، وكمان ما ييجوش يلعبوا لوحديهم، بالمدرب الفاشل الأجدع ده، لأ ده ييجوا يلعبوا بالمدرب اللي بيدربهم، عشان هو كمان يحس إن هو مدرب فاشل لا يصلح، ما حدش قال للمدرب ده قبل ما ييجي إن الأهلي بينافس على المركز الأول؟ ما حدش قال له إن الأهلي بينافس على المركز الأول، إن الأهلي ما ينفعش يطلع بالشكل المهين ده، ما حدش قال له الأهلي ما ينفعش إن هو يجيب جون وينام نِنّة، ما حدش قال له إن الأهلي ما ينفعش يلعب من غير مهاجم، ما حدش قال له إن الأهلي بالنسبة له الخروج من مركز تاني بالنسبة له فشل، بالنسبة له هزيمة، لا، لا، ما حدش قال له، كل بس اللي قالوه له أنت هتاخد كام وهتكتب شرط جزائي كام، والناس ما أعرفش بتشتغل إزاي، إدارة فاشلة. إدارة فاشلة، كفاية علينا كده بقى، بجد كفاية، إحنا خلاص جِبنا آخرنا منكم كإدارة وكإدارة فنية وكمدرب وكلعيبة، لعيبة البشوات، البهوات، اللي بيمشّي كلامهم على المدرب، اللي بيمشّي كلامهم على مدير الكورة، يقول لك كابتن سيد عبد الحفيظ خلاص مسك المسؤولية وهيحل المشاكل، لأ، كابتن سيد عبد الحفيظ ساب العيال تعايد مع أسرهم، عشان إحنا في عيد، عيد بقى والعيد فرحة، طَب أنتم نكدتوا على 70.000.000 في العيد، ضيّعتوا عليهم فرحة العيد،
للأسف لا تستحقوا إن أنتم تقول عليكم رجالة، بجد لا تستحقوا إن إحنا نقول عليكم رجالة. مدرب بيتفرّج زينا. بيتفرّج زينا، مش هنتكلّم في فنيات على فكرة، خلاص خلصت، خلص دور الفنيات وخلص وقت الفنيات وخلص الكلام عن الفنيات وعن تغييرات متأخّرة وعن لعيبة في الشوط التاني مش واقفة على رجليها وعن عيال مستهترة وعن مدرب واقف نايم على الخط، ما فيش أي reaction، ما فيش أي اعتراض على أي حاجة، ما فيش حتى كلام للعيبة، ما فيش تغيير غيّره في مكانه ولا في ميعاده ولا في وقته. قرفتونا، بجد قرفتونا. خروج بفضيحة، خروج بشكل مهين، خروج بحاجة تخلّينا نقول لأ كفاية كورة كده، لأ كفاية كورة كده، كفاية عليكم كورة كده، والّا إحنا خلاص نبطّل نشجّع والّا إيه؟ على فكرة أقسم بالله حتى لو كان الجمهور موجود في الملعب، برضه العيال دي كانت هتتغلب. ده أنت يا عم الشوط التاني ما شُفناكش، الشوط التاني ما شُفناكش، هو أنت نازل كسبان خلاص كده بالنسبة لك أنت عشان معاك جون، أنت كده خلاص خلّصت الدنيا؟ آه، أنا مش قادرة أكمّل بصراحة، ما باحبش أعمل فيديو بعد الماتش، لإن باكون متوتّرة وباكون متعصّبة وما باحبكوش تشوفوني وأنا متعصّبة كده، فمش هاطوّل النهارده عليكم، تصبحوا على ألف خير.